الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر 2015. بعد ما قدر الزمالك يحقق الدوري بعد غياب 10 سنين، بقى فاضله كاس مصر عشان يكمل الثنائيه المحليه، وساعتها الفريق عمل ماتشات قويه في الكاس ووصل للنهائي عشان يلاعب الاهلي في اول نهائي بينهم من 2007. بس وقتها الزمالك كان عنده مشكله في ماتشات الاهلي دي، لانه بقاله 10 سنين ما كسبش الديربي، وحتى في السنه دي اللي الزمالك كان اقوى فيها ما كسبش الاهلي برضه. فبيدخل الزمالك النهائي وهو على امل انه يكسر العقده ويضرب عصفورين بحجر واحد، خصوصا انك لو بصيت على سكواد الفرقتين هتلاقي ان الزمالك سكواده اعلى بكتير من الاهلي، ومع اول 10 دقايق من الماتش الفرق ده بيبان، وفرق الكواليتي بين الفرقتين كان حرفيا كبير جدا، وكان ظاهر في كل كره بين الاثنين. وقدر الزمالك يستغل ده ويجيب باسم مرسي الاول للزمالك بعد ما فسح حسين السيد في جول تاريخي للحسم في الديربي، عشان يثبت للكل ان الزمالك السنه دي غير. بعدها الاهلي حاول يرجع في الماتش، بس لعيبه الزمالك كانت مستقتله على كل كوره، والدفاع كان عامل اداء عالمي. وفي عز ما الاهلي ضاغط على الزمالك، باسم علي بيحاول يرجع الكره بدماغه من قبل ال 18 لاكرامي في لقطه لحد دلوقتي عمري ما فهمتها، عشان يضغط باسم على سعد ونجيب ويجيب الثاني ويقتل الجيم من الشوط الاول. وبعد الجون مفيش بتيجي فرصه قتل الماتش خالص لعمر جابر، بعد ما كهربا لعب بحسام عاشور واداها له، بس بيضيعها بشكل غريب جدا عشان يخلص الشوط الاول 2-0. وفي الشوط الثاني بيقرر فيران انه يدافع ويلعب على المرتدات ويسيب الكره للاهلي، وهنا بانت شخصيه الفريق اللي قدروا يمشوا الماتش زي ما هم عايزين، وقدروا يقفلوا على كل مفاتيح لعب الاهلي. وبيفضل الماتش كده لحد ما بتيجي مرتده للزمالك يخلص بيها الماتش، بس باسم مرسي بيضيعها بعد ما عمل شريف اكرامي تصدي اسطوري وشال الكوره، وبيخلص الماتش 2-0، وبيحقق الزمالك كاس مصر وبيفك عقده الاهلي في واحده من اعظم ماتشات الفريق في الديربي واعظم فترات الزمالك مع فيريرا.